قلت فيه ان اجيب فلوس ستانلي منين؟ ده الكلام ده كان ايام ما كانش ما عنديش فلوس. لكن يعني ستانلي مازال عندك القدره على شرائه لو انت عايز. كان جاي لي عرض الكهرباء ب 15 مليون دولار لغايه دلوقتي، اول عرض. منين؟ كهرباء؟ كهرباء منين؟ 15 مليون دولار؟ 3 مليون استرليني لطارق حامد. ايوه احنا منين 15 مليون دولار؟ من السعوديه. من اي نادي؟ لا معلش، ما احنا مش عايزين نحرج الناس عشان المنافسه. فاهم قصدي؟ لا اصل مش الشاطر ممكن يقول 15 مليون دولار ما يبقاش عرض. نفس الوكيل اللي جاب العرض لعمرو زكي في لندن هو اللي جايبه لطارق حامد. عمرو زكي نفس الوكيل اللي جابه لندن هو اللي جايب لطارق حامد. 3 مليون استرليني. طيب يعني ستانلي في امل في حاله بيع كهرباء او لعيب او طارق وكده ان انت تجيب تحافظ على ستانلي. مش سامع تدخل الكلام. طيب نمرة 2 هل لا مش سامع التدخل عشان بتتدخلوا مع بعض. طيب اسمع. طيب في حالة بيع كهرباء هيبقى عندك قدرة ان انت تجيب اللعيبة دي وتحافظ على اللعيبة اللي معاك. لا انا يعني من غير بيع كهرباء ما انا عندي فلوس دلوقتي الحمد لله. على اي اساس بتهدد عمرو مرعي؟ انت المفروض مالكش الحق ان انت تمضي معاه. مين؟ عمرو مرعي. شوف انا لو وقيل في الكواليس ان انت ماضي انت والاهلي. ثانية واحدة. اتفضل. انا لو اتفقت مع عمرو مرعي محدش يقدر يعاتب نادي الزمالك لاني مكلم عامل تفاوض مع نادي الانبي. يعني انت واخد موافقة نادي امبي. وعبد الناصر طلع قال الاستاذ مرتضى منصور كلمني عشان عمرو مرعي وقلنا له الموسم القادم، يبقى اذا انا ما عنديش مشكلة. تمام. خلاص، بس انا بقول لعمرو مرعي هتلعب بالنار هتولع فيك. طب بتقول على اي اساس جات لك المعلومة ان مضى الاهلي؟ يا بيه انا ماليش دعوه، ما تدخلنيش الاهلي. ايوه بس انت في النهايه بتقول له هتلعب بالنار ليه؟ بس انا بقول لك على الهوا مش هيروح النادي الاهلي. مضى النادي ترسانه، مضى الاهلي، انا مالي؟ انا ما تدخلنيش في جمله مفيده مع النادي الاهلي. انا بقول اهو كلامي واضح وعمرو مرعي عارف انا بقول ايه. طيب ما تلعبش بالنار يا عمرو عشان انت او اي عمرو، سواء تلعب بالنار مع النادي الاهلي مع الزمالك مع الاتحاد مع اي نادي، اللي بيلعب بالنار النار بتولع فيه.